انتشر بعض الأخبار الغير مزيفة والحقيقية بالمرة إن عمرو راضي قد ارتبط بهدير، وأنا عن نفسي لا أعرف عمرو راضي ولا أعرف هدير، لكن السوشيال ميديا مقلوب عليهم اليومين دول فقلت أشوف فيه إيه. فاتضح لي إن عمرو راضي مرتبطش قبل كده، كان دايما مع هدير، فلما ارتبط اتقلبت الدنيا. ما تقولش شكسبير اتقدم للموناليزا، فالمعلم عمرو راضي عمل حفلة كبيرة جدا ووداها السينما وعمل لها مفاجأة وأعلن ركبته وطلع الخاتم والشغل الرخيص ده سوري الشغل الجامد ده. وطبعا في الفترة دي اتقلبت السوشيال ميديا قلوب وكل البنات عمرو راضي وهدير يا جماعة وارتبطوا اوه ماي جاد والشغل ده كلنا عارفينه طبعا. ولكن السوشيال ميديا ما بتسيبش حد في حاله، اتقلبت عليهم في ثانية يوم. كفاية اوفر. ظهر بعض الصور لزميل هدير القديم اللي هو صاحب عمرو راضي، هو محمد حاجة زي ما انتم شايفين في الكومنتات، وبيقول لها انت احلى واحدة في الدنيا، وعمرو راضي راضي بالكلام ده، ومحمد ده حاطط ايده على كتفها، وعمرو راضي واقف بعيد عنها، المفروض ان هي خطيبته يا جماعة. زي